اللاعب البرازيلي. برازيل. نمط اللاعب البرازيلي معروف ومكرر جدا، وانا شايف ان هو اكتر نمط غريب ومثير للاهتمام بالنسبه للاعيب كوره. في الفيديو ده هتكلم عن تفاصيل حياه اللاعب البرازيلي من اول ما يتولد لحد ما يعتزل. اللاعب البرازيلي في الغالب بيتولد في احياء الفافيلا الفقيره في ساو باولو او ريو دي جانيرو، وبيبقى في الغالب عنده 8 اخواته كلهم عايشين في بيت صغير، وبيقضي معظم وقته في اللعب في الشارع او الازقه الضيقه، وده عامه بيحسن التحكم في الكره والمهارات عنده. عموما الطفل البرازيلي بيبقى قدامه طريقين، الاول ان هو يقضيها في كره الصالات لحد ما يوقع مع فريق برازيلي كبير، والتاني ان الراجل ده يلمحه بالصدفه وهو بيسرق رغيف عيش وبينجح ان هو يراوغ الخباز فيقوم موديه على طول لريال مدريد. فده هينقلنا للنقطه الثانيه من حياه اللاعب البرازيلي. بعد ما اللاعب البرازيلي يبدع مع فريقه هتبدا انديه اوروبا انها تركز عليه، ومن هنا هيتحول من ولد طموح من الفافيلا لموهبه اسطوريه بتلعب في اعلى مستوى. وبالفعل مستواه هيكون جبار جدا، وهيحول اوروبا كلها لساحه اللعب بتاعته، وهيحقق هناك كل حاجه ممكنه، بطولات محليه وقاريه، ومش بعيد كمان ياخد البالون دور، وهيبقى واحد من المفضلين عند الجمهور. بس للاسف القصه مش هتنتهي بالشكل ده، وهتحصل مشاكل هتدمر كل اللي بناه اللاعب البرازيلي. بعد ما اللاعب البرازيلي يحقق الامجاد مع فريقه في مشاكل صعبه جدا هتبدا انها تجيله. المشكله الاولى وهي الاصابات. اللاعب البرازيلي هتجيله كميه اصابات هتدشمل له مسيرته كلها وهتدمر مستواه في اللعب ولياقته البدنيه. المشكله الثانيه وهي العقليه السيئه. اللاعب البرازيلي ممكن يقضي وقته في السهرات والملاهي الليليه وغيرها، وده حرفيا هيدمر تركيزه في اللعب. وبما ان التنظيم عند مدربين اوروبا اهم حاجه هتحصل مشاكل كتير قوي. غالبا هيتم استبعاده من النادي، وبعدها على طول هيرجع البرازيل وهيتنقل بين الانديه البرازيليه من مختلف الدرجات، وفي النهايه بيعتزل وبيرجع لحيه القديم ويقابل صحابه القدام ويقرروا ان هم يبيعوا مخدات مع بعض. وفي الختام مسيره اللاعب البرازيلي بتعلمنا ان الموهبه مهمه، بس من غير العقليه الصح الموهبه دي هتضيع. وبكده هتكون عرفت مسيره اقل لاعب برازيلي. وبس لو انت عندك راي في الموضوع ده اكتبه تحت في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل حاجه جديده. وبس اشوفك المره الجايه، وسلام.